ياسين خليفي 18، حسام الصادق 8، عثمان معمى 7، سعد الحداد 10، ياسين جسيم 17، ثم ياسر الزبيري رقم 21. اليوم في اطمئنان لأنه كان هناك بعض الشك بخصوص جائزية الزبيري الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى، لكن واضح تماما مرحلة الاستشفاء كانت جيدة للاعب الزبيري اللي يتواجد في التشكيلة الأساسية. بالمقابل منتخب البرازيل الاعتماد على أوتافيو في حراسة المرمى، سيروتي رقم 2، ياغو 3، ألفيش 4، لياندرينيو 6، كوتينيو 15، لوكاس 5، كروز 8، بيلي رقم 20، ويسلي 11، ثم ليكي رقم 19 في الخط الأمامي. ما يهمنا المنتخب المغربي طريقة التوظيف لا تختلف عن اللقاء الأول. معمر كظهير أيمن، الزواني في الجهة اليسرى، المحور مع المنتخب المغربي من تحقيق الانتصار، بينما كرة أولى في الأطراف، هذه الكرة العرضية فيها تغطية. صحيح اليوم البرازيل كاسم قوي جدا، ولقى من ياسين شوط ياسين وفي خطأ وفي هجوم. هذا هو ياسين جسيم. ننتظر عثمان معمى، سعد الحداد، الصادق. أعرف بأن الترفيه بين الصادق كما توقعت والحداد. الصادق لاحظ السيطرة هي مدرسة أمريكا. تعود برازيليا تسديدة، ولكن بعوف تسديدة ماضية عن طريق من لوكاس، ينقل داخل منطقة مرير. كرة لعثمان معمى، يتقدم عثمان، حصلت فؤاد الزواني يحاول أن كوتينيو هنا مرفوعة لكن عالية. التسلل في حال طبعا وصلت الكرة لزار. برافو هذه الكرات اللي يطلبها الزبيري. هنا انطلاقة سيروتي لكن سهلة في صفوف المنتخب البرازيلي. ربما يعني المغرب البرازيل هنا في تشيلي يعني على فكرة. معمى يتقدم، معمى يراوغ، معمى العرضية في تصدي خيالي من كيانيس الأولى. قميص الذي يحمله كونه سيدافع بي. الزواني عندك الآن، الزواني يرفع الكرة، من يتابع بالكيفية، ولكن عينك على يانيس. هنا العرضية في القائمة الثاني، لا أحد. هنا ياسين البينية ذكية ممتازة في اتجاه برازيليا. الزواني شباب لدينا الفرصة الآن. العرضية بعيدة جدا. هذه الإعادة مرة أخرى. الآن ندخل من أجل مقارعة الكبار. هذه العرضية الرأسية، هذه العقلية الانتصارية، وهذه تأتي مع التكوين على كرة القدم. فوزي لقجة وبقية المسؤولين لا ريا أو دوليا. البينية بعوف يراقب في ضربة جزاء فعلا. هذه الإعادة هل لمسوا قضية ريفيو بينالتي ياخذ وقت. إذا مشاهدينا التفي تعال فعلا بطاقة صعبة. مجال التسديد، لا تترك المجال للتسديد. برافو، الله على المرور. لكن هنا نعم شوف الإصرار الكبير عند اللاعب ياسين راوغ ياسين وتشجيعات ويسلي. طالت الكرة هنا. الدفاع يتدخل. الزواني من جديد بعيد، يلعب قصيرة مع كروز. منطقة صعبة في مكان صعب برازيل. سيروتي أمام ليغي، رغم أن معمر في بداية المباراة الثانية لقاء انتهى بتعادل 2-2. كرة للأمام، متابعة بعد ذلك في لقطة جسيم يدخل، يرفع كرة عالية، انطلاق معمى أسرع، بعيدة سيروتي. الحسن معطى أكد بأنه في عمل على مستوى عنده هو الآخر مشاكل دفاعية يجب اللعب عليه. المنتخب البرازيلي هذه العرضية حقيقة نقطة الضوء الكبيرة في هذه الفترات. البرازيل نعم كانت قريبة لولا حارس المرمى يانيس بنشاوش في المدرب المنتخب البرازيلي اللي يعتمد على ياندرينو، لكن مراقبة ومساندة المنتخب المغربي. ويسلي العرضية عرت بسلام الميدان تسمح لهم بفرض
في بعض معنى انه كان متوازن على جميع. مرفوعه الكره داخل منطقه الجزاء، طبيعي جدا بنقله وبعرضيه، المتابعه براسيه، لكن معملان العرضيه، تمرير، التحضير مثالي، وياسين هنا بشكل اللاعبين البرازيليين. هنا حسام الصادق، موضوع ممتع. اللاعب سيروتي جسيم، سيروتي وجسيم ككل الحواجز. هذه الكرة العرضية يانيس، كذلك انطلاقة، هذه كرة بينية عرضية، سين خليفي في مؤازرة المدافعين. الكرة برازيلية داخل منطقة الجزاء، اللمسة الثنائية هنا، لمسة واحدة، مرة سعد يانيس بن شاوش، يانيس بعد الحداد مرة أخرى، هي آل عثمان معما، لكن عثمان معما في وضعية صعبة، معما يحاول لكن عمل شغل كبير في الجهة اليمنى على فكرة. هذه البينية لكن بعوف يقرأ باليمنى ناحية عثمان، معما إلى الركنية، استعداد لأنه المرة الثانية التي يسقط فيها حارس. على القائمة الثانية ممكن مرفوعة الرأسية، بعد ذلك ياسين جسيم عالمي يا عثمان، يا معما، من أين أتيت بهذا الأداء؟ من أين لك كل هذا يا عثمان يا معما؟ هدف خرافي. تاريك الثلاثي يدخل في هذه الأثناء، مهاراته حاضرة، العودة في نتيجة المباراة، محاولة المرور، التعطية قدام ويسلي، سيبحث عن التسديد، لا يترك له المجال، برافو، مرة مجال المرور، لا مجال العبور في لقطة، نعم، محاولة التسديد ولكن بعيدة. وعلى فكرة البرازيليين يعرفون قبل بداية الصفراء هذه الإعادة. حموني يدخل أول دور رسمي، ثقة، هنا تكتل العرضية داخل منطقة الجزاء، برا داخل منطقة الجزاء، الحموني يعني ستضغط بقوة. هذه الكرة على الجهة اليمنى، محاولة المراوغة، إعادة مرة أخرى، خطأ الذي ارتكبه لاعب حسام منطقة الجزاء. هنا المرفوعة بالراس، يبحثون عن الجهة اليمنى لكن عودة الحموني، نعم، حتى الحموني، الجناح الأيسر ويسلي، مرفوعة الكرة بالراس إلى الرأس، ستلعب هذه الركنية الزابري. أناس البتيل حاول يمرر لكن لم يلتحق به زميله خب البرازيلي. حتى الآن هذه العرضية، الصادق الآن داخل منطقة الجزاء الرأسية، بعد ذلك كرة بالراس، باعوه في خطأ، نعم. الكرة في اتجاه أوتافيو، جسيم الحموني، اضرب يا الحموني، ماذا تنتظر؟ ياسر الزابيري يصل الشباك البرازيلية، ما أجمل الصورة، ما أروع الصورة، هكذا يسجلون، هكذا يتقدمون، هكذا هذه ما فيها شيء، هذه عادية. شوف الإعادة، مذهل هذا اللاعب، شوف سحر كروي كبير. على الجهة اليسرى ليونالدو ديريك، طارت عليها الكرة أكثر، عودة اللاعب البرازيلي،